كل وحده تحب مقرود الكوشه بصح تهاب ولا تخاف ديرو، تخاف يجيها يابس، تخاف ما يجيهاش طري، ما يجيش مبسس. ونقول لك تبعي لا غوسات هذه حتى للاخر، صدقوني وصفه ناجحه باذن الله مليار في المية، وفيها واحد المكون راح يخلي المقرود تاعكم يبقى طول طري. يلا نبداو بسم الله. عندنا 2 كيلات تاع سميد المتوسط، كيله غير 4 تفارينه، والربع راح نديروه انشاء. هذا هو المكون اللي راح يخلي المقرود تاعكم يجي يدوب في الفم. كيما هيك بعد حتى سميد كيلو كيما هيك، 2 كيلات سميد متوسط. اذا عندكم سميد المتوسط اللي رايح شوي للخشين ديروه، انا ما عنديش، درت سميد المتوسط اللي رايح شوي للرقيق. نكيلو كيلة غير ربع تاع زبدة دايبة وباردة، ونكملو هذاك ربع بالزيت، رشة الملح، ونخلطو كلش مع بعضها. راح تجيكم كي شغل جارية ما تخافوش. كيلة نصها ماء ونصها مزهر، وتبداو ترشوا فيه بالعقيله وتخلطوا غير بصوابع يديكم، ما تعجنوش المقرود باش يجيكم مبسس. هنا شوفوا راهي جاريه خلا، راني ما قصيتش الفيديو، خليتها رتحت شوي، عاودت رجعت لها. شوفوا كيفاه لقيتها تلمت، زدت لقيتها ناقصه ماء، زدت لها شويه تاع ماء وخليتها ترتح، ورحت نوجد الحشو. من الاحسن اذا عندكم اللوز ابيض ديروه هو خير، انا ما كانش عندي، كان عندي اللوز محمص ومرحي خدمت به. 3 كيلات لوز محمص ومرحي، شويه قرفه، 4 كيلة تاع سكر، مغرف كبيره تاع زبده دايبه، نخلطوهم مليح ونلموهم بالمزهر. وهنا شوفوا كيف ما بعد ما بليتوا المره الثانيه تبقاو غير ترشوا فيه زيت، مسيتو لقيتو نشف، نحطوا الماء غير بالعقل، غير رشوا الماء بالعقل وبشوي بشوي حتى تلقاو العجينه تاعكم كي تعاودوا ترجعوا لها تلقاوها باللي راهي طريه. هذا المقرود كون ما تحطولوش الكميه الكافيه تاع الماء مش راح ينجح معاكم، راح يجيكم في الفور طالق روحه خلاص وما تلقاوش واش تهزوا فيه. يعني الماء تحطوا على مراحل، حطوا المرحله الاولى خليوه يقعد يرتاح شويه، عاودوا ارجعوا له كي تلقاوه نشف بقاو غير بخو فيه، وقتها تحبسوا ما تزيدوش الماء. كيما هنا كي بليتو اخر مره كي رجعت له لقيتها كي شغل تلمت سي بون، ماهيش يابسه، العجينه طرات. ما تعجنوش، اخدموا بصوابع يديكم. انا الكيل دات لي نص الكيله هذه، وراني خدمت بكيله صغيره خلاص. حتى نتوما كي تحبوا تجربوا ديروا فنجال صغير وكيلوا به كلش. وزنت العجينه تاعي 40 غرام، والحشو درتو 20 غرام. انتوما ديروا الميزان اللي يعجبكم، انتوما الوزن انتوما تتحكموا فيه. نحلوا العجينه تاعنا، نحطوا في نصها الحشو ونقفلوا عليه مليح، من بعد نحطوها في نص النبول تاعنا هذا. ومن الفوق التزيين يقعد لكم، تقدروا ديروها حتى بالنقاش اللي ما عندوش طابع كيما تاعي، تقدروا تنقشوها نورمال. انا طوابع عندهم جبتهم معايا من البلاد وعم بالكم روعه باهيين ويساعدوا في الخدمه. نطبعوا كيما هيك الكعبه تاعنا. كاين كعبات انا درتهم بالغرس، حتى تاع الغرس جاو روعه، وطبعتهم طابع مبدل باه نفرق ما بين الحشو اللي درته باللوز والحشو اللي درته بالغرس. من الفوق راني قسمت كعبه تاع لوز على النص ورشقت بها الكعبه تاعي تاع المقرود. بالنسبه للطياب، الطياب تبعوني مليح، الفور راهو سخون على 180 درجه، اللي الفور تاعها يشعل من الفوق ومن التحت اللهم بارك، تحطوا طيب من الفوق ومن التحت وتعسوا. ولي الفور تاعها يشعل غير من التحت، من بعد يشعل من الفوق، شعلي له من التحت حتى يتحمر، ومن بعد شعلي له من الفوق. كاينه ملاحظه صغيره، المقروده دا كنت تخليوها في الفور يطول فوق اللازم، راح الحشو تاعكم من الداخل ييبس. يعني نتوما عسوه كي يبدا يتحمر وياخد لون مليح نحيوه، ما تخليوهش يطول في الفور بزاف. بعد ما يطيب خليوه يقعد يهدى شويه، 1-2 دقائق كاكا، وراح نعسلوه بعسل اللي يكون مخفف بشويه تاع مزهر. العسل ما يكونش ثقيل بزاف، وما يكونش خفيف خلاص. ومن بعد نحطوا الكعبه تاعنا تاع المقرود، ما نخليهمش يطولوا بزاف، يعني كي يشربوا حقهم تاع العسل راح نسقطرهم ونزيد نحط لهم شويه عسل تنا من الفوق. تقدروا تنا كيما هيك تعسلوهم المره الاولى، وكتعودوا رايحين تقدموهم زيدوا عاودوا عسلوهم باش يبقاو عسلين مليح. وصفة ما شاء الله، البنة تقطر منها البنة، صدقوني غير بنينة صح وناجحة. تبعوني برك كي تعودوا ترشوا فيه بالماء، ما تديروش الماء على ضربة باش ما يجري لكمش، بقاو ديروا الماء على مراحل. وكما قلت لكم في الفيديو لازم ديروا غير بصوابع يديكم باش ما يجيكمش يابس كيما الكسره، وما تخليوهاش يطول في الفور. نبقى نعاودها طول، خاطر كون يطول في الفور راح يجيكم الغرس ولا الحشو تاع اللوز من الداخل يابس. وكون ديروا الحشو تاعكم بالكاوكاو، الكاوكاو ديروه بلا قشور، حمصوه ورحيوه رقيق خلاص. وديروا الكيل اللي تكيلوا به العجينه راح يكون نصه اللي تكيلوا به الحشو، يعني راح يكون الحشو تاعكم
بكاس يكون اقل من اللي خدمتو به العجينه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ما تنساوش اللايك، حركه الاكسبلور، كومنتار حلو كيما نتوما. واللي مازال ما ابوناش في لاشين يوتيوب تاعي اللي اسمها لمسات مفيده، نقول لكم ابونيو فيها بزاف لي غسات اللي رايحين يعجبوكم واللي رايحين تحتاجوه. سلام. كنت حبيبي انا وكنت متولع بيه، كنت حبيبي وكنت نفخر بيه.